السلام عليكم مشاهدين. نتمنى تكونوا على صحة جيدة وفي أحسن الأحوال إن شاء الله. اليوم غندير واحد الأكلة خفيفة وبنينة بزاف، باش نسهلوا على الناس اللي كنقول لكم دائما اللي كياكلوا هكا بلا دون جلوتين، يعني عندهم عادة ديال القمح. فالروز راه مسموح باش ياكلوه بجميع الطرق وسهل باش نحضروه. كنديروا منه بزاف ديال الأكلات، يعني كيجي مع بزاف ديال الحوايج. عندي 2 كيسان ديال الرز غير عادي، يعني ما درتش داك الاخر. نورمالمون تندير به داك الاخر يعني باش كنخدمو، ولكن دابا هذا اللي موجود عندي داك الرز الدائري. بزاف ديال الناس كيقول لك تيتعجن، ولكن بهذه الطريقه ما عمره ما تعجن ليا. عندي المعدنوس وعندي شويه ديال الدجاج اللي موجود من طبيعه الحال، شي طريفات ديال الدجاج، وعندي نص مطيشه ونص بصله غنقطعهم كما غادي تشوفوا، وغادي نوجدوا الوصفه ديالنا. اذا بالنسبه للعطريه كنحتاج غير زيت العود او زيت عاديه. كندير الملحه والابزار فقط اللي كندير في هذه الاكله هذه. كنرمي الزيت في الطنجيه، كندير شويه ديال الابزار، شي نص معلقه صغيره ديال الابزار، وكندير شويه ديال الملح على حسب الرغبه وعلى الذوق، يعني كل واحد كيفاش كياكل الملح. كنرمي داك المعدنوس، كنقطع ديك البصله، النص ديال البصله اللي بغى يكثر الكميه كيدير بصله كلها. انا حيت غير شويه ديال المقادير، يعني الطبق لجوج الناس، درت نص بصيله. كنقطع ديك مطيشه، نصيص ديال المطيشه، ولا كان عندي الكميه كثيره كما قلت لكم تندير مطيشه كامله. ومن بعد كنرمي هذا الدجاج. بغيت ديرها طرفه صغار ديريه، بغيتي تخليه هكاك، بغيتي ديري الدجاجه كلها يعني كامله مجبوره او صاينه كنديروها كامله. الا عندنا شي ضيف راه هاد الاكله كتجي زوينه، في التقديم كتجي فنه الصراحه. الانسان يبدل داك القضيه ديال الدجاج محمر ولا البرقوق والمرقه بالبرقوق كذا، كيدير يبدل الطبق، يعني هذا كيجي زوين. دابا انا درتو عادي، يعني ديال الدار، يعني ماشي ديال الضياف. ولكن الا كانوا ضياف ممكن تزيدي ليه بزاف ديال الحاجات. شي مره غادي نقدم شي طبق اللي يمكن لك تقدميه للضياف ديالك. تنديروا هذا الشيء فوق البوطه، كنخليه كيتشحر، ومن بعد كنزيد له تقريبا 2 كيسان كبار ديال الماء، كنسد عليه، كنقص له البوطه، كنخليه حتى كيطبخ، كنقص البوطه وكنخليه. بعد ما طاب غادي نحيد داك الدجاج، يعني باش نحتاج غير داك المرقه ديالو ندير فيها الرز، بلا ما نحير نبقى نفور في الرز ويتعطل صافي. كندير فيه الرز في ديك المريقه. تقريبا عندي هنايا 2 كيسان ديال الماء اللي بقاو ليا ديال المرقه. هنا تما كتذوقي الملح، كتشوفي الا ناقصه كتزيدي، لكن هي هذيك كتكون مهم في ديك اللحظه قبل ما تزيدي الرز كتذوقي المذاق ديال المرقه. اذا كنزيد دوك 2 كيسان ديال الرز، وكنزيد 2 كيسان ديال الماء، على اساس 4 الكيسان ديال الماء في كل 2 كيسان ديال الرز. كما كتعرفوا باش ما يلصقش وما نبقاش نزيد له الماء ولا نبقى نحرك فيه باش ما يتعجن حتى شي حاجه. صافي غنديرو في البوطه، باش ما يلصق ليناش. غنحطو في البوطه كما كتشوفوا، ها هو
يعني خاص الماء، يعني الروا خصو يغطي داك الروز باش ما يلصق ليك، ما عاود تزيدي ليه الماء ما حتى شي حاجه. كما كتشوفوا دابا غادي نجهد له البوطه حتى كيبدا يتبخ كما غادي نوريكم. عاد كنهبط له العافيه وكنخليه. من بعد هذا الدجاج اللي حيت غادي نشحرو اولا نحمرو في الزيت، اولا اللي بغا يديرو في الفران يديرو في الفران. حتى هنا بدا كيطبخ ليا الروز، غادي نقصلو البوطه ونخليه غادي يوجد ظرف 20 دقيقه. دابا غادي نطفي عليه. هو هذا طفيت عليه نشف كما كتشوفوا، ما تعجنش ما تحرق ما والو، ولو انه داك الروز ماشي جوده يعني ديال بسماتي او الروز كلاصي او شي حاجه، لا. عندي هادو باش نزين بهم، اللي عنده باش يزين بشي طريقه اخرى يزين بها، انا كنفضل ندير معها هذاك شلاطه. المهم دابا عندي هذا الدجاج هذا حمرته غير في الزيت يعني في المقله، اللي بغى يدير في الفران يدير في الفران. غادي نبدا نزين، كل يدير يعني يحط بالطريقه اللي كتعجبو، ماشي بالضبط ديروا هذا الشكل هذا. ممكن تحط الرز في جهه والدجاج وديري مطيشه والخص في جهه اخرى، ممكن يعني كتختلف الاذواق. غير هو الرز كيمشي مع مطيشه كيجي معاه فن، حيت كنحط هاد الطريفات اللي وجدت. وهذا هو الطبق النهائي. نتمنىكم تجربوه ان شاء الله لوليداتكم ولا الاصدقاء، فكيجي حتى هو زوين في التقديم وفي المذاق ديالو. والسلام عليكم ورحمه الله. وما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد ان شاء الله، والاعجاب بالفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله.